السلام عليكم، وحشتوني يا رب أكون أنا كمان وحشتكم. نحط بقى السماعة كده بسرعة في ودننا كده أو نقوم أي عيل جنبنا عشان عايزين نتكلم في الموضوع المنيل بنيلة. أنا مش عارفة أقول مبروك ولا أزعل. لأ، طب مبروك على إيه؟ في عندي خوف كده من جوّه إن الموضوع يكون حكاية ال25 سنة دي حاجة كده تهدّي الناس عشان الناس تسكت شوية، وبعد كده يبقى في نقد ويبقى في استئناف ويتخفف الحكم، والّا يطلع براءة بقى لأي سببٍ إن كان، حتى لو كان بسبب كُبر السِن. فأنا خايفة أوي، أوي، أوي من الموضوع دوّة. وبعدين في حاجة تانية كمان، فين الناس التانية؟ فين بقية العصابة؟ فين المديرة بتاعة المدرسة اللي كانت بتطرمخ على الموضوع؟ فين الدادة القوادة عديمة الضمير وعديمة الأخلاق وعديمة كل حاجة؟ فين الدادة دي الأخرى؟ وفين المدرسة اللي باعت ضميرها واتهمت الطفل بالتوحد؟ الناس دي كلها فين؟ هو هنبدأ بالراجل بس؟ أي نعم، هو الراجل فيه اللي مكفيه، فيه اللي مكفيه. على فكرة لو اتعدم أنا كنت هزعل. أصل لو اتعدم ده معناه إن هو هيتعلق في المشنقة ويموت وخلاص ويرتاح. لا 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 لا، أنا مش عايزاه يرتاح، مش عايزاه يرتاح. وبحيي الأم، برضه بحيي الأم على شجاعتها وما شاء الله ما شاء الله عليها، هي اللي حركت الموضوع ده كله. وبرضه تحياتي لأبطال السوشيال ميديا، الناس اللي خلوا القضية قضية رأي عام. في حاجة بقى يعني إيه، معلش هفكر معاكم بصوت عالي. هو الراجل الشاذ دوّة النِجِس ده، اشمعنى الأطفال؟ طب ما الولية اللي هي الدادة ديّة واحدة بايعة ضميرها، ولا عندها لا أدب ولا أخلاق ولا عندها أي حاجة خالص. كان عندها استعداد لأي حاجة، هي مش بتقبض فلوس، اشمعنى ما خدتهاش هي ليه؟ ما خدتش الولية دي ليه كده؟ وهي على فكرة ما كانتش هتعترض. اللي خلاها تجيب طفل عشان هو يعمل فيه كده، كانت تعترض ليه؟ كانت كده فلوس بفلوس بقى، وكانت ماشية حالها أكتر من كده. اشمعنى؟ والّا هو الراجل ده كيفه الأطفال؟ مش عارفة الموضوع ده، معلش اسمحوا لي أتكلم معاكم بصوت عالي. أولًا أنا باحيي أي حد يتكلم في الموضوع ده عشان الصوت يعلى ويعلى وتبقى قضية رأي عام. وباقول تاني، لو سمحتوا يا جماعة، أنا مش عايزة القضية تهدى، مش عايزاها تهدى إلا لمّا دول ياخدوا حُكم. عارفين لو دول ما خدوش حُكم والقضية ماتت، هنشوف أفظع من كده. وبعدين في حاجة تانية أوي شاغلة بالي، هو الراجل ده كان بيتعامل مع الطفل ده بس والّا في أطفال تاني؟ أنا حاسة كده، عندي إحساس داخلي كده بيقول إن في أطفال تاني. ولو كل أم اتكلمت مع ابنها أو بنتها اللي في المدرسة دي، هنتفاجئ ببلاوي. أصل مش معقول الراجل ده يكون مركز مع الطفل ده بس، أكيد في ناس تانية، بس الناس دي خافت من الفضيحة وخافت من الشوشرة. هم عندهم حق، بس طالما إن القضية قضية بقت رأي عام، اللي عنده كلمة يقولها، واللي يعرف حقيقة ما يخبيهاش، ما يخبّيش الحقيقة دي. أنا عايزة دول يتحاكموا ويبقى الحكم علنًا والناس كلّها تعرف، زي ما الناس كلّها اترعبت، عايزة الناس كلّها تتطمن إن هم اتحاسبوا. وبعدين أنا باحيي الأستاذ مرتضى منصور. أنا عايزة أقول لكم إن الراجل ده أنا باتفائل بوجوده في أصعب القواضي. باتفائل بيها جدًا، باحس إن هو لا يخشى في الحق لومة لائم. سيبكم بقى اختلفت معايا أو اتفقت معايا في أسلوبه وألفاظه، يقول اللي يقوله، يقول اللي يقوله. أنا باوجه نداء من أم لأم، من أم لأم. عايزة أم ياسين تعمل توكيل لمرتضى منصور، لو أنتِ عايزة حق ابنِك يرجع وما يضيعش في وسط الهوجة والكلام الفارغ اللي إحنا بنسمعه دوّة، خلّي الأستاذ مرتضى منصور هو اللي يمسك القضية. خلّي بالِك، هو لو مسك القضية ما فيش بني آدم هيقدر يجرؤ إن هو يقف قصاده. عارفين إن هو ما بيخافش من الحق، وعارفين إن هو ما بيخافش من أي منصب لأي شخص أيًا كانت. وهو ده المطلوب، وهو ده المطلوب عشان الموضوع ده ما يعدّيش. وباحييه وباقول له: يا أستاذ مرتضى، الموضوع ده يعني إحنا حاطينه على عاتقك أنت، لإن إحنا آمالنا في ربنا كبير وفي قضائنا كبير، وآمالنا في شخصك الجريء كبير أوي، كبير أوي. فأنا باتمنى أمنية وربنا يحققها لي، إن الراجل ده وال3 اللي معاه
يتحاسبوا. المديرة المتواطئة اللي ما عندهاش ريحة الضمير، اللي تواطئت وكبرت ودارت على الموضوع دوت كبير من شهر فبراير لغاية ابريل. عارفين بقاله قد ايه؟ بقاله 14 شهر تواطئت وكانت ناوية القضية تموت. والدادة اللي ما عندهاش لا ضمير ولا أخلاق ولا دين ولا عندها أي حاجة، القوادة عديمة الأخلاق اللي كانت بتودي الطفل عشان يحصل له كده، دي لازم تتحاسب زيها زي الراجل النجس ده بالظبط، زيها زيه. زي ما هو عمل كده هي رخرة نفس الحكاية، لأنها شريكة. دي شريكة كمان إيه، راسها براسه، من غيرها ما كانش هيعرف يعمل كده، ولا كان هيوصل للحاجات اللي هو كان بيعملها دي. ماشي. والمدرسة اللي باعت ضميرها، اللي هي كانت بكلمة واحدة بس كانت هتبقى بطلة، كانت هتبقى بطلة إن هي وضحت الكلام ده كله. وعايزة أقول كمان شكر خاص، شكر خاص لكل إخواننا المسيحيين. عمر ما حد هيقدر يفرق بينا أبدا، إحنا شعب واحد ونسيج واحد، بناكل مع بعض ونفطر مع بعض وبنصوم مع بعض وبنعيد مع بعض. فيش بني آدم هيقدر يتدخل بينا أبدا. أنا شايفة إن المسيحيين أكتر ناس حريصين على إن الموضوع دوت ما يموتش، وإن الناس دي تتعاقب. العقاب يا جماعة ما فيهوش لا مسيحي ولا مسلم، في أخطأ، في مجرم أخطأ ولازم ياخد عقابه. فأنا عايزة الرجاء اللي أنا بقول لكم عليه ده، عايزة رجاء يوصل للأم إن هي توكل الأستاذ مرتضى منصور في حاجة زي. وتحياتي ليك، تحياتي ليك في إن أنت الراجل المناسب في الوقت المناسب، الراجل المناسب في الوقت المناسب. تحياتي ليك، تحياتي ليك، وتحية للأم اللي أنا مش قادرة أقولك إن أنا متعاطفة معاكي. أنا قلبي موجوع على اللي بيحصل، ونفسي أفرح من قلبي كده أما ياخدوا الحكم ويبقى على الملأ، القضية ما تموتش، الحكاية ما تبقاش الجلسة سرية. الجلسة سرية في المحكمة، ومن حقك إن أنت لا ابنك يبان ولا أنت تبان ولا أي حاجة، ده حقك، ده حقك. بس أنا قصدي بقى إن الجلسة لما تتذاع ويبقى فيها حكم على العصابة النكسة دي، يبقى علنا، زي ما الخضة كانت علنا ونارنا كانت علنا، نارنا تبرد علنا برضه. لو سمحتوا، لو سمحتوا يا جماعة، أنا عايزاكم تشيروا الفيديو دوت، تشيروه بعد إذنكم لو سمحتوا، شيروه عشان الموضوع ما يموتش. احنا مش عايزين الموضوع يموت، احنا عايزين نطمن على أولادنا في المدارس. هتبقى المدارس كمان بدل ما تبقى أمان وأمن لأولادنا، هيبقى هو ده الوقر اللي احنا بنوديه عشان المصايب. وبطلب من كل اتكلمي مع بنتك، اتكلمي مع ابنك ونبهيه وقولي له، لو حد قال لك حاجه ولا خوفك وقال لك هعمل واسوي في اهلك، اوعى تخاف. عرفي ابنك ان انت ظهره وسنده، وان انت البطل بتاعه اللي مفيش اي حد هيقدر يقرب له. والاب نفس الحكايه، قربي لابنك وقربي لبنتك وخليهم يحكوا لك على كل حاجه. خلي بينك وبين ابنك وبنتك كده الحته اللي احنا صحاب، وقول لي بسرعه ايه اللي بيحصل، ومين اللي قال لك، ومين اللي مد ايده عليك، ومين اللي حط ايده هنا، ومين اللي حط ايده هنا، وهنا غلط وهنا ما ينفعش. قربي لاولادك وانت اللي تنصحيهم. لو سمحتوا، لو سمحتوا شيروا الفيديو عشان خاطري، عشان خاطري، وعشان خاطر كل ترتاح وتطمن على أولادها في المدارس. سلام عليكم.